السلام عليكم. الله يرحمه ويتقبله ويرحم جميع شهدائنا. أخوتي شباب الضيعة وقادات الفصائل، يعني هاي الخلية هاي ما أول مرة بتفجر، ما أول مرة بتشتغل بهالمناطق هاي، وأكيد حاليا متواجدين بأفرين. المفروض هلأ من سن ال15 سنة لسن ال50 سنة ما يضل ولا كردي لا بعفرين ولا بضواحي عفرين، وهذا الشيء من حقنا. مثل ما شبابنا وأهلنا تهجرت لازم نهجرهم لسه أكثر من هيك ونشردهم، وراح يضل يصير فينا نفس هالأمر. فمترجى ومتمنى من قادات الفصائل كلها بشكل عام تتعامل بهالأمر بحزم، وما تترك ولا واحد يتنفس من بيناتهم، وعلى الحواجز وجميع الفصائل اللي ضامين كراد يفصلون. هي أهم شيء. الله يبارك في الجميع والله يرحم جميع الشهداء.